السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم لكل عشاق ام علي. النهاردة هنعمل ام علي باللبن والمكسرات والقشطة، بس حاجة كده وهمية. بجد الطاجن منها لوحده يكفيكي طول النهار شبعانة. بجد حاجة كده في منتهى الجمال. والنهاردة هعمل ام علي مش هحتاج ولا جلاش ولا كمان منفيه، هعملها بمكون تاني مختلف، بس النتيجة بتاعته طالعة أحلى وأجمل من الجلاش ومن المنفيه. بجد لو جربتيها بنفس الطريقة هتعتمديها ومش هتغيري المكون اللي احنا هنعمل بيه أم علي النهاردة. الطواجن طالعة ريحتها وشكلها ولونها وطعمها حاجة كده بجد وهمية، أحلى وأجمل بكتير من اللي بنجيبها من بره. بتجيبي الطاجن من بره صغير وبسعر غالي، أنا النهاردة عملت الطواجن بتاعتي دي بأقل تكلفة، والله فعلا بأقل تكلفة واحلى واجمل بكتير من بره. الطاجن بتاعي جميل وريحته جميله وطعمه احلى واحلى، وام علي بتاعتي مش معجنه. بصي الجمال بتاعها روعه، بجد حاجه كده ادمان. انا بقولك لكل عشاق ام علي الوصفه دي ليكم. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقه والمكونات بتاعتي عباره عن ايه. بس قبل اي حاجه نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي أول بأول. يلا نسمي الله ونشوف الطواجن القمر دي عملناها ازاي ومكوناتها عبارة عن ايه. نقول بسم الله، واول حاجه هحتاجها الرقاق. انا هعمل ام علي النهارده بتاعتي بالرقاق، ما تستغربيش، بيبقى احلى واطعم واجمل بكتير من الجلاش والمنفيه. انا جربت كل الطرق، يعني انا بعملها بالثلاث طرق صراحه، بس طبعا الطريقه دي بصي مختلفه عن اي طريقه تانية. هتجيبي الرقاق بتاعي، كان عندي اقل من نص كيلو رقاق. عامله فيه ايه؟ زي ما هو كده بجيبه من بره، بس بروح مقطعاه كده انصص ودهناه دهنه بسيطه خالص من السمنه او الزبده، بس انا دهناه سمنه نباتي. تمام. دلوقتي هعمل فيه ايه؟ هستخدمه كده؟ لا طبعا، ده انا لازم ادخله الفرن كده يتحمص عشان يبقى ايه، مقرمش معايا كده وما يعجنش معايا في الطاجن. اخدت الصاج بتاعي وفيه الرقاق ودخلته كده تحت الشوايه، وبدات ان انا اجيب بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت واقلب فيه كده لغايه الرقاق بتاعي ما بقى عامل زي الازاز. هو كمان في الفرن هيبقى طري، بس اول ما تحطيه على الرخامه كده بصي هيبقى عامل زي الازاز، وطبعا لونه باين قدامك. وهوريكي دلوقتي الشكل بتاعه بعد التحميص. الخطوه دي مهمه جدا عشان تطلع الطواجن بتاعتك عمرها ما تعجن معاكي. في ناس كتير بتشتكي ان هما بيعملوها بالجلاش بتطلع معجنه. لا انا بقولك بقى الغي بقى الجلاش والغي المنفيه وجربي ام علي بالرقاق، بجد في منتهى الجمال. بصي شكل الرقاق بقى بعد ما اتحمص، بصي عامل زي الازاز بجد مش مستحمل. بصي كفايه بس اللون بتاعه. عايزه اقول لك بس على حاجه تاخدي بالك منها، طبعا احنا حاطين سمنه على الرقاق، فلما بتدخليه تحت الشوايه بيبقى سخن قوي. انا عايزه اقول لك ان انا صوابعي اتهرت اتلسوعت لما قلت يا بس طبعا عشان الحاجه تطلع مظبوطه لازم نخدمها حلو. انا كده حضرت اول خطوه والمكون الاساسي معايا اللي هو ايه، الرقاق. تمام. حمصته التحميصه الحلوه لغايه ما اخد اللون كده والقرمشه الحلوه. تمام. تعالي بقى نجيب الطواجن بتاعتي. انا هعملها في الطواجن اللي هي الوسط دي. عايزه اقول لك يعني ما شاء الله الطاجن ده شكله صغير بس هو كبير. يعني هوريكي دلوقتي الطاجن الصغير اللي احنا بنجيبه من بره. هتبدأي بقى ان انت تكسري كده الرقاق، بس ما تكسرهوش صغير قوي، حاولي تعملي كده ايه، يعني قطع كده كبيرة. تمام. طبعا بشكل عشوائي، يعني مش بمقاس معين. بصي بيتكسر معايا بجد، الرقاق عامل زي الازاز اخد التحميصه الصح. وطبعا بقى ريحته واحنا حاطين عليه معلقتين السمنه بجد تحفه. والله العظيم يعني انا كنت عامله كنت بحمصه قبل الفطار، يعني انا عملت ام علي دي بعد الفطار. حطيت الرقاق في الفرن وحمصته وجهزته قبل الفطار وانا واقفه كده بعمل الاكل. بعد الفطار بقى ابتديت ان انا ايه اشتغل فيه. بصي بقى انا هنا خلصت الطواجن بتاعتي والكميه الرقاق بتاعي تمام. اخد معايا 4 طواجن كبار وكمان الطاجن الصغير ده بقى اللي احنا بنجيبه من بره، وهو طبعا ده انا كنت جايباه من بره صراحه. تعالي بقى نعمل اللبن بتاعنا. انا عندي كيلو وربع من اللبن، عليه كوبايه كبيره من السكر وممكن تزودي على حسب رغبتك، وعندي معلقتين من الدقيق، وعندي كمان كيس من الفانيليا. هتقلبي كله كده على البارد وهترفعيه على نار متوسطه. انا
انا بصي القوام بتاعه هيبقى خفيف كده، يعني مش هيبقى كريمه معايا، لا هيبقى عامل زي كريمه الخفق كده اللي هي بتاعه الطبخ. شفتي القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ يعني قوامها تقيل سنه بسيطه، لكن ما وصلش ابدا لدرجه اللي هو يبقى كريمه اللي احنا بنحشي بيها الحلويات. وهتشوفي القوام بتاعها دلوقتي. تعالي بقى للمكسرات بتاعتك، اي مكسرات عندك متاحه. انا ما كانش عندي غير السوداني، وحمصته كده اديته تحميصه وجرشه كده في الكبه. بس جرشه كبيره شويه، يعني انا ما خليتهوش ناعم تمام. وحطيت كده ايه حبه زبيب. عايزه تحطي جوز هند حطي، بس انا ما حبيتش اكتر من السوداني وجوز الهند والزبيب. هنا اللبن بقى بعد ما رفعته على النار، طبعا بالتقليب المستمر عمره ما هيكتل منك ابدا، لان معلقتين الدقيق دول اللي هما بس ايه يتقلوا بس القوام بتاعه سنه، عشان ما يبقاش اللبن بتاعي ايه القوام بتاعه العادي، لا انا عايزاه يبقى عامل زي الكريمه كده تمام. هاتي بقى معلقه كده من الزبده، ونفتري بقى شويه ونحط كده معلقه من الزبده على اللبن. بصي انا مش قادره اوصف لك والله العظيم، يعني مش هقول لك الطاجن خفيف، لا هي دسامه الدنيا كلها كانت في الطاجن. انا بجد يعني بجد طاجن جبار وحياة ربنا، بجد طريقه في منتهى الجمال. جربيها كده هتبقى ادمان عندك. طبعا بعد ما خلصت اللبن ابتدى ان هو ايه قبل ما يفور مني، رحت طافيه عليه تمام، يعني يا دوب كده اللي هو ايه بديله غلوه بسيطه. هبتدي بقى ان انا انزل باللبن بتاعي على الطواجن. وطبعا في اللحظه دي انا مشغله الفرن قبليها كده ب10 دقايق. طبعا اللبن هنا عندي مكفاش، رحت مزوده لبن تاني. هي معروفه ام علي بتحتاج لبن زياده. اهم حاجه بس تملي الطاجن باللبن، يعني مش لاخره خالص عشان برضو ايه ما تفرش معاكي. تعالي بقى نخليها كده طعمها احلى واحلى وكلها دسامه كده وطعامه. هاتي بقى وش اللبن عندك، هاتي معلقه كده من القشطه لو متوفره عندك. انا كان عندي وش اللبن لما بغلي اللبن كده واحطه في التلاجة، تاني يوم بلم الوش بتاعه كده واحطه في علبه واحطه في الفريزر. هنا طلعته قبلها كده بنص ساعه لغايه ما فك معايا، وابتديت بقى ان انا احط على وش الطواجن بتاعتي. بجد طاجن في منتهى الجمال. انا تخيلي انت بقى كده يعني الموقف والمنظر كده والطعم والشكل بجد حاجة كده وهمية، والله العظيم فعلا حاجة وهمية. وكمان الرقاق مخلي طاجن ام علي معايا النهاردة بصي قمة في الجمال والروعة. هنا طبعا دخلته الفرن على درجة حرارة عالية لغاية كده ما حسيت ان اللبن بتاعي ابتدى ان هو يغلي وتتشرب مع الطواجن تتشرب اللبن، رحت مشغلة بس الشواية كده، اخد اللون الذهبي كده الحلو من فوق، لغاية ما طلع الطاجن معايا بالشكل ده. بصي الشكل بتاعه بيتكلم عن نفسه، مش قادرة اوصفلك الريحة بقى كانت طالعة عاملة ازاي. هنا طبعا سبته بس يبرد شوية عشان بس اعرف اتعامل معاه. بس هي طبعا ام علي بتتاكل في الشتاء بتبقى سخنه، وبتتاكل كمان في الصيف بتبقى ساقعه، يعني بصي شغاله معاكي صيف شتاء، ومفيش اجمل واحلى منها. بصي بقى جمال الطاجن بتاعي من جوه، مفيش حاجه اسمها معجنه. استحاله 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 ومن رابع المستحيلات ان هي تعجن معاكي. طالما حمصتي الرقاق بتاعك عمرها ما تعجن معاكي ابدا. جربي ام علي بنفس الطريقه كده، والله العظيم هتدمنيها. بصي هتعتمدي الطريقة دي، عمرك ما هتعمليها بأي مكون تاني غير الرقاق، بجد طالعة في منتهى الجمال. أتمناكي تجربي طواجن أم علي بنفس الطريقة وبنفس المكونات، وإن شاء الله هتعجبك وهتعتمدي الطريقة. الوصفة سهلة وبسيطة، مفيش أسهل وأبسط منها. أتمنى الوصفة تعجبكم، ونتقابل الفيديو جاي على خير إن شاء الله. سلام عليكم.